اهلا اهلا بكل المتابعين الحلوين اللي انضموا لينا جديد. لو اول مره بتشوفوني انا ناديه، والنهارده ان شاء الله هنقدم فيديو مختلف. بصوا يعني هعمل فيه اكله جديده، اول مره بصراحه كنت اجربها خالص، او بمعنى اصح ان انا يعني مش هعملها. يعني خلينا نشوف في الفيديو هتعرفوا التفاصيل. وكمان جبت مشتريات حلوه قوي بمناسبه السنه الجديده، يا رب سنه سعيده عليكم كلكم كده. ولايك، يلا بينا بقى نبدا الفيديو. بصوا يعني بما اننا بقى في فترة امتحانات، فربنا يقوي الولاد كلها، فاحسن حاجة تعمليها بقى في فترة الامتحانات انك تجيبي التمر، العسل، الحاجات اللي هي مهمة قوي علشان خاطر التركيز وعشان خاطر نسبة الهيموجلوبين عند الولاد. ويعني دي بتفرق كتير قوي، وخصوصا في وقت المذاكرة اللي هم ربنا يعينهم يا رب. فجبت اللي هي العلبة الكبيرة اللي هي بتكون دي تقريبا بتكون 4 كيلو. والتمر حاولي ان انت تجيبيه يعني ايه من مصدر موثوق منه، او من مكان كويس تكوني عارفاه، علشان خاطر هو في انواع بصراحه كتير، وهو النوع ده يعني انا مجرباه، يعني بجيبه كتير قوي، بقالي كتير بجيبه، فعشان كده انا يعني عارفه ان هو حاجه كويسه. فبس بحب كده ان انا ايه احطه في علب واحطه في التلاجة. يعني هو بيفضل ان انت تحطيه في التلاجة، ما تسيبيهوش بره. يعني خصوصا يعني لو احنا في الصيف. المعلومة دي كان دايما بيقولها لي الراجل اللي انا بشتري منه التمر ده، فكان دايما يقول لي كده في الصيف لازم يتحط في التلاجة. فانا بقى باي ديفولت كده بقيت ايه بحطه في علب على طول، واطلعه على التلاجة، وبسيب بس علبة بره، علشان يعني دي اللي احنا بناخد منها على طول، بحيث ان احنا ايه ابقى فاكرة على طول ان احنا كل يوم ناخد. فطبعا سنة بقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن تاخدي تمراية او 3 تمرات بقى للولاد، يعني زي ما تحبي. المهم انا فضيتها كده وايه حبيت اعمل بقى جنبها فنجان قهوه، واوقات كتير قوي بيكون هو ده بدايه فطاري بعد فتره صيام. على حسب بقى، يعني انا بكون صايمه من بالليل من الساعه كام. ساعات بفطر يعني على الظهر، وساعات بعد الظهر بشويه. ولو انا في يوم مثلا نايمه فيه بدري، فتلاقوني ايه بفطر على الساعه 11. فعلى حسب عدد ساعات الصيام اللي انتي بتصوميها. كنت كلمتكم قبل كده عن الصيام المتقطع، اللي هو ان انا عامله صيام متقطع. فلو انتوا عايزين تعرفوا اي تفاصيل او ديتيلز عنه اكتر، فاكتبوا لي في الكومنتات، واحنا هندردش فيها مع بعض، وهقول لكم تجربتي مع ايه. فدخلت بس عملت كوباية قهوة، وحبيت ان انا افطر يكون هو ده بس الفطار اللي هبدأ بيه اليوم. ولو انتوا بقى بتعملوا قهوة كل يوم كده زي حالاتي، حاولوا ان انتوا تستغلوا البودر بتاع القهوة نفسه بعد ما تخلصوها. انا بعمل كده وباخده وبجمع كمية، يعني كل ما اخلص، حتى لو بعمل كبسولات، او بعمل اللي هي القهوة التركي، او بعمل الامريكان كوفي، الاسبريسو، اي نوع. باخد البن بعد ما يخلص، والبن ده بقى بستخدمه في حاجات كتير قوي. انا ما لحقتش اصورها لكم بصراحة الفيديو ده. بس ان شاء الله يعني الفيديو الجاي هوريكم جزء من الاستخدامات اللي ممكن نعمل بيها ايه. احنا ممكن نعملها في حاجات كتير قوي، يعني ممكن ان احنا نستخدمه كسمات طبيعي جدا. لو انت عندك زرع، ده بيبقى حلو قوي ومفيد جدا للتربة بتاعة النبات. وكمان ممكن تستخدميه كماسك كده، تجمعيه وتعملي بيه ماسك للجسم كله، مش بس للوش، لا بتعملي ماسك للجسم كله. ده بيستعمل كسكراب. بيبقى من الحاجات الحلوة قوي، وبتضيفي بقى انت عليه مكونات مختلفة. فهو بيبقى له كذا استعمال. انا بجمع الكميه منه عندي، وبعد كده ببتدي بقى ايه اوزعه اوظفه زي ما انا محتاجاه. بس دخلنا بقى كده على طول، طبعا انتم مستغربين ده ايه. انا دخلت على طول بقى كده على الغدا علشان خاطر الحق اخلصه بدري. جبت حلة البخار اللي عندي وطلعته، هو اوريدي جاي لي جاهز. ف انا باخده بس كده على البخار عشان خاطر يعني هو بيبقى تقريبا مستوي بنسبة يعني اكتر من 75%. فانا بس مجرد ان انا بحطه عشان خاطر العجينة تطرى تاني.
و وتكمل الجزء اللي باقي في السوا. ده هو بيبقى عبارة عن ايه، هو العجينة نفسها بتكون محشية، بتحشيها بقى لحمة مفرومة، في ناس بتحشيها سي فود، زي ما انت عايزة. وبيجي معاها الصوص اللي موجود ده. الصوص اللي موجود ده عبارة عن صويا صوص، على اللي هو تشايفز، على اللي هو اللي هي الحاجات انتوا عارفين السبايسز دي اللي هي بتاعت الاكل الصيني. طبعا دي اكله صيني باحتراف، انا مش عايزه اقول لكم اسمها، بس لو انتوا عارفينها اكتبوا لي اسمها تحت. انا عارفه اسمها طبعا، بس عايزاكم كده ايه تتوقعوا الاكله دي اسمها ايه. هي من الاكلات الصيني المشهوره جدا، وبتتقدم في المطاعم الصيني الكبيره، فهي معروفه قوي هناك. و لما عرفت حد بيعملها وكده، على فكرة هي بتتعمل وليها كمان فيديوهات كمان موجودة على النت، تقدروا تشوفوها وتنفذوها. بس هي محتاجة صبر شوية عشان العجينة بتتقفل زي ما انتوا شايفين كده بطريقة معينة، وبرضو محتاجة معاملة خاصة كده، علشان ممكن ايه يعني لو انتي بسرعة كده يعني حاولتي ان انتي تتعاملي معاها بسرعة، لا ممكن تلاقي العجينة بتتقطع منك وتبوظ. وبتعملي ديبنج بقى في الصوص. وعايزه اقول لكم فعلا ان طلع طعمها حلو قوي، يعني من الاكلات فعلا اللي ما كنتش متوقعه. يعني انا مش بحب الاكل الصيني اصلا، ولما الولاد طلبوه مني وحسيت يعني ايه، هو بصراحه لقيته في المطاعم غالي قوي، فقلت ليه لا، خلاص اجيب لهم الاكله ديت. فالحمد لله عرفت حد بيعملها وجبتها، فعجبتهم قوي فعلا، طلعت يعني شبيهه فعلا للي بتقدم في المطاعم الصيني. فاكتبوا لي بقى كده في الكومنتات لو انتوا عارفين الاكله دي اسمها ايه، وانا هرد عليكم في الكومنتس واقول لكم الاكله دي من الاكلات المشهوره هناك واسمها ايه. بصوا بقى، كنت نزلت اشتريت شويه حاجات. كان في حاجات يعني بقالي فتره بصراحه كنت محتاجاها من الحاجات. انا بكتب ليست كده بالحاجات اللي انا محتاجاها، وكل فتره بجيب حاجه زي ما كنت قلت لكم قبل كده من زمان في فيديوهات المشتريات اللي كنتوا بتشوفوها معايا وتتابعوها معايا. الصينية دي طبعا انتوا عارفينها في ايكيا، وكمان على فكرة نزل منها دلوقتي، عملوا منها في محلات الادوات المنزلية، هتلاقوها هيها بالظبط. بس انا معرفش بصراحة الكواليتي، لكن انا جبتها من ايكيا. هي بتبقى كلها ستانلس، ومعاها اللي هو الشبكه اللي معاها دي بصراحه بقى يعني مش عايزه اقول لكم بتبقى قد ايه. بتنفع في اكلات كتير قوي، خصوصا لو انت عامله عزومات. بتدخل الفرن وبتطلع الاكل تحفه بصراحه. يعني بتعملي فيها مثلا الستيك المشوي او الفراخ المشويه على خضار من تحت، عايزه تعملي بقى برياني، عايزه تعملي يعني اتفنني بقى براحتك. هي بصراحه بتبقى لذيذه قوي، وكنت حاسه ان انا محتاجه حاجه زي كده عشان نقدم بيها الاكلات المختلفه دي. وجبت كمان الفازه دي من عندهم هناك برضو، وكانت اللي عندي اتكسرت، فحبيت ان انا اجيب واحده. والطقم ده بصراحه ما فيش غنى عنه، من الحاجات الحلوه قوي برضو اللي انصحكم بيها، ودايما بيبقى موجود هناك. الكواليتي بتاعته كويسه، ومن الحاجات اللي بتستحمل يعني مش بتتكسر. هو ما كانش عندي، بس كان عندي كان في بيس واحده بس منه اللي موجوده عندي. كنت جايباها من القسم بتاع ازاز اللي في ايكيا. ولما لقيت الطقم تاني على بعضه، فحبيت ان انا اجيبه كله. دي بقى حله موجوده هناك عندهم، حله الستانلس. انا جبت واحده بس، ليه؟ علشان انا كنت حابه الاول اجرب اشوف هي هتعجبني ولا لا، ولو عجبتني يعني هجيب بقيه الطقم بعد كده. فاكتفيت بواحده بس بصراحه. هي كخامه، الخامه بتاعتها خفيفه مش تقيله زي مثلا عندي طقم الكركماز، هو تقيل في استخدامه، لكن هي دي خفيفه. فبرضو ايه، قلت هجيب واحده الاول اشوفها استعملها واقول لكم رايي فيها. طقم الصواني ده من الحاجات الشيك قوي، صواني خوص كده. ده مش من ايكيا، ده انا جبته من محل ادوات منزليه عادي خالص، بس حبيت اوريهولكم برضو لاني ناويه اعمل بيه ديكور كده مختلف. تقدري بقى كمان تحطي عليه الفواكه بتاعتك على ترابيزه المطبخ، يعني تقدري تعملي بيه حاجات كتير. اي ديكور عايزه تغيري من شكل المكان، فبينفع قوي بصراحه طقم الصواني ده. جه بالنسبة للمفروشات بقى، وانا نازلة بحاسب تحت، فدخلت على قسم اللي هو بتاع ازاز، فلقيت فيه الكوشنز دي. وحسيت انها هتليق قوي على الركن عندي. وطبعا انتوا عارفين ان هما بيعملوا عليها 50%، فدي كان سعرها بعد الديسكاونت كانت 150. فحسيت سعرها يعني مناسب جدا، فجبت 2. قلت هغير بقى الديكور بتاع الايه،
بتاع الريسبشن على السنه الجديده. هنشيل بقى الايه الكوشن الصفرة دي، على فكره من الحاجات الروعه، لو لقيتوها يعني هاتوها وانتم مغمضين. الماتيريال بتاعتها حلوه قوي وبتنقل شكل المكان وفي الاستخدام كمان لذيذه بصراحه. فقلت اغير بقى، طلعت الكوشنز اللي عندي اللي هي اللي لونها احمر، و قلت الاحمر مع الجراي ده هيبقى ايه يعني ماتشنج كويس، واغير بيه الشكل بتاع الركنه. وطلعت ثرو كده، وحبيت ان انا اغير شكل المكان. قولولي بقى رايكم في التعليقات بعد التغيير. بصوا كمان الكوشن التحفة دي بصراحة من الحاجات الروعة اللي موجودة هناك. هي جديدة على فكرة، موجودة هناك عندهم، وانا حبيت ان انا اجيبها بصراحة. بتغير شكل المكان برضو لما بتحطي الكوشنز اللي هي المربعة مع المستطيلة دي، بيحصل بيبقى فيه كونتراست حلو قوي ما بينهم. بس لما انا جيت اشوفها على المخدة اللي موجودة عندي، حسيت ان المخدة صغيرة. وبعدها على طول افتكرت ان انا عندي برضو مخدة مستطيلة كده، اللي هي الفرو اللي كنت دايما بطلعها في الشتاء. افتكرتها لاني كنت عيناها وما كنتش طلعتها لسه بصراحة، حطيتها في الديكور عندي في الركنة، فعلى طول رحت طلعتها. ولما جربتها عليها انبسطت قوي لما لقيتها فيتنج على الكوشن بالظبط، يعني دخلت كأنها متفصلة عليها، فطلع مقاسها حلو قوي. من الحاجات الجميلة قوي اللي موجودة عندهم هناك. وفي كمان موجود لون زيتي من نفس القماشة المضلعة دي، هي قماشة قطيفة كده مضلعة، فطلعت حلوة قوي وغيرت بيها شكل. حطيتها بقى يعني على الكرسي الأصفر اللي عندي، وغيرت شكل المكان خالص زي ما هتشوفوا كده. واكتبوا لي بقى رأيكم في النهاية، ده أحسن ولا الأول أحسن؟ بس زي ما شفتوا بقى كده، من وقت للتاني لما بحب اغير في شكل الريسبشن عندي، احب اجدد فيه. فدايما العبي في الحاجات اللي هي البسيطة دي، بتغير جدا المكان، اللي هي الكوشنز او الثرو اللي انتي بتشتريه وتحطيه على الكرسي او على الكنبة نفسها. دي بجد بتنقل المكان في حتة تانية، وشوية ديكورات بسيطة هتلاقي المكان اختلف تماما، ومن غير اي تكلفة يعني عالية. مش لازم نروح ننجد بقى يعني فرش جديد للركنة او للانتريه علشان خاطر نحس ان احنا غيرنا. جينا بقى لفقرة جوع اخر الليل. البيت كده هادي والاضاءة كده خفيفة، فحسيت بقى ان ايه، اني لازم اعمل حاجة خفيفة برضو كده، عشان ايه ما نعكش الدنيا بالليل يعني. فاحسن حاجة بجد تعملوها هي البطاطس المشوية دي. وعلى فكرة دي معروفة في بلاد كتير قوي، وكل بلد بتقول عليها اسم. يعني في تركيا بيسموها باسم، مش فاكرة كان ليها اسم معين، وكذا بلد يعني بتعملها وعارفاها. انا بشويها بصراحة في الحلة البريستو، علشان لما ببقى مستعجلة بتاخد مفيش 10 دقايق ربع ساعة، مع شوية مية بسيطة خالص بتكون خلاص استوت. بطلعها، عايزه بقى تحطي عليها زيت زيتون، عايزه تحطي عليها زبده، عايزه تحطي عليها، برش عليها ملح وفلفل، بتبقى بجد روعة. وبجد نصيحة يعني جربوها، هي من الكربوهيدرات المعقدة، فبتدي إحساس بالشبع عالي جدا. عشان لما تكوني انت حاسة بالجوع وما تلخبطيش بالليل، حاولي تعمليها، هتعمليها بجد وهتدعي لي. وحطي بقى فوقيها زي ما انت عايزة، يعني لو عايزة تلخبطي هتحطي بقى جبنة موتزاريلا، وهتضيفي بقى حاجات كتير، بس احنا بس شوية زيت زيتون وملح وفلفل وبس خلاص. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا في آخر الفيديو. هستنى منكم اللايك، واستنوني الفيديو الجاي.